محاولة الآن تسدد الكرة، جول! جول للزوراء يسجل اللاعب محمد سعد. محمد سعد سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، كان قد سجل من ركلة جزاء في شباك الشرطة السوري، واليوم يسجل الهدف الشخص الثاني له في شباك التلال من كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، يعلن من خلالها تقدم الزوراء بهدف أمان واطمئنان عند الدقيقة 52 من عمر المباراة. محمد سعد يسجل الهدف الشخص الثاني له في مباراة اليوم، ويعلن تقدم فريق الزوراء بهدفين مقابل لا شيء بكرة مباغتة باغتت الحارس من خارج منطقة الجزاء. لاعب المنتخب الأولمبي العراقي كرة من جديد لفريق، شوف هذه بالإعادة والكرة تمر على يسار الحارس عمر أحمد. هدفين للزوراء العراقي لا شيء للتلال اليمني. كرة مقطوعة